يا ابن عروة، إنك من وجهاء الكوفة، ولن يستطيع عبيد الله إلحاق الأذى بك. لا تخف وتعال معي. تأكد بأني سأكون إلى جانبك. اقبل دعوة الوالي، يريد رؤيتك. الحديث سيكون وديا. أنا لا أخشى عبيد الله بن زياد، ولكنني أخشى النفاق الذي في قلبه. أتعرفون من هو أبوه؟ إن عبيد الله وحيد في الكوفة ولا نصير له. المدينة في أيديكم، وهو يعلم أن إلحاق الأذى بك يثير الناس عليه، وهو لا يطيق ذلك. قلت لك أنا لا أخشى عبيد الله بن زياد. تفضل معي يا ابن عروة، سأضمن رجوعك إلى بيتك وعائلتك. فليجهزوا لي فرسي، سوف أذهب لرؤية عبيد الله. وهو مبارك يا شريح. بعد الآن لن يخلو كيسك أبدا. أتهانئ. أتتك بخائن رجلاه تسعى، فليدخل. اجلس يا شريح وافعل ما أطلبه. إذا قتلته سيثور الناس. إذن ما هو واجبك؟ لقد لبى هانئ دعوتي له، وأهل مذح سيصدقون قاضي القضاة وهو أنت. اجلس يا شريح، تفضل اجلس. كما ترى يا سيدي، فإن هانئا استجاب لدعوتك. أهلا بك هانئ يا ابن عروة. إنك لا تسلم بالإمارة. إذا كنت جالسا للعدالة فلماذا لا أسلم؟ ألست جالسا للعدالة؟ اجلس. إن والدي لم يجافي أبدا والدك، كان شفيقا معه. أما أنت يا هانئ فإنك تضمر العداء لنا. ماذا فعلت لتسميني عدوك؟ وماذا فعل لك يزيد لكي تلجئ عدوه؟ وماذا فعلت لك أنا أيضا لكي تقتلني؟ كنت ضيفك. أيها الأمير، إن قتل الضيف ليس من شيمنا. إذن فأنا مدين لك. اعلم يا هانئ أني كنت أعلم أنك مدرك ونجيب، مع أنني أعلم أن ابن عقيل مختبئ عندك. عفوا، حسنا، ربما ذلك لحسن ضيافتك. ابن عقيل في بيتي أنا؟ أتنكر ذلك؟ ولماذا في بيتي؟ إذن أين يختبئ؟ أجبني أنت، فأنا لم أكن مع ابن عقيل لكي أعلم. أما بالنسبة إلي أنا فكنت أعلم. هل تعرف هذا الرجل؟ كلا. وأنت أيها الرجل، هل تعرفه؟
فليكشف لي عن وجهه لكي أراه. حسنا، الحق معك. اكشف عن وجهك يا رجل، ودع هانئا ابن عروة يتعرف إليك. أنا مطمئن أنك تعرفه الآن. ابقى واعمل مع هذه الجماعة. ما كنت أعلم أنك تكذب. لقد قلت إن مسلما لم يكن في بيتك. ليس البيت بيتي أنا، بل هو بيت محبي آل بيت النبوة، وهكذا ترى أنني لم أكذب. إذن البيت ليس بيتك. فليكن الأمر كذلك يا ابن عروة، فليكن الأمر كذلك. دعني أخبرك. ألا تعلم أن الحسين نقض بيعة يزيد؟ ها؟ إن أبا عبد الله لم يبايع يزيدا لكي ينقض البيعة يا عبيد. كان أبوك واليا لأبيه على بلاد فارس، فلماذا لا تبايع الحسين ويوليك الكوفة فتحكم عندئذ بين الناس بالعدل؟ أترى يا شريح، إن هانئا رجل صادق كما كنت أتصور. حسنا يا ابن عروة، بما أنك رجل عاقل وصالح، عجل فانصحني إذن لترى إن كنت أقبل أم لا. لقد أمرني مولاي يزيد أن أكون واليا على الكوفة. قل لي ماذا أفعل؟ هل أعود إلى الحجاز أم أتشرد في البادية؟ قل لي يا هانئ، قل لي يا هانئ، ماذا كان علي أن أفعل؟ إن الناس أدارت ظهورها لك ومالك لأبي عبد الله، وأنت تعلم أن الإمام في الطريق، ولا أرى لك عاقبة حسنة. أما أنت فمن وجهاء الكوفة وكبير قوم مذحج، وتستطيع أن تحصل لي على الأمان. نعم بالطبع سوف أحميك، ولكن عليك أولا وقبل مجيء الإمام عليك أن تمضي أنت وأهل بيتك إلى الشام، وأنا أضمنكم. تريدني أن أترك الكوفة؟ عليك أن تأتيني بمسلم. عبيد، لن أفعل ذلك أبدا. إن علي في ذلك الخزي والعار أن أدفع جاري وضيفي وأنا حي شديد الساعدين. والله لتأتيني به أو لأضربن عنقك أيها الخائن الخطير. خذ هذه مني، سأدق عنقك. مهلا، ألقي بكبير مذحج في دهليز مظلم في القصر، وأوكله إلى من لا يطعمه ولا يسقيه. بهذا الضرب الذي نزل على فم هذا المسكين لا أصدق أنه سيستطيع أن يفتح فمه بعد الآن. هيا أيها العجوز، هيا. هذا تسويف. متى تستيقظ الكوفة من هذا السبات؟ لقد حدث هذا في السابق أيضا، وقد رأينا نتائجه مرة. قتلوا محمد بن أبي بكر في مصر، والوجهاء والشيوخ منعوا الناس من القتال. أنا ذاهب للبحث عن الإمام. وأنا أيضا. وأنا. مهلا، لا تتسرعوا. حسنا، أين ستجدون أبا عبد الله؟ وإذا جاء عن طريق آخر؟ قال سيأتي عن الطريق العام. اصبروا يا ابن عقيل، لقد أخذوا هانئا إلى القصر، فماذا تأمر؟
وإنني قلق عليه. يا ابن عوسجة، فليعلنوا في المحلات، فلتشهر كل السيوف. إنني أقول كلامي السابق، إن الاستيلاء على القصر لا ينهي الموضوع. ألم تسمعوا بأن جيش الشام في الطريق؟ لقد رأيت رجلا في البادية قادما من دمشق، وقد قال إنهم كثيرون جدا. أكثرهم من البدو ومن كفار جبال الشام كما رأيتم. حجار، إنني لم أحمل هذا السيف لكي أرحب بجيش الشام. لما كل هذه الضجة؟ لقد قلت لك إن الرجل يمتحن عند الشدائد يا حجار. ماذا نفعل الآن؟ لقد قلت للتو حردوا كل الناس. ولما العجلة؟ ولما العجلة؟ أيها الإخوة، أفضل أن ننتظر. أبي عبد الله في الطريق، وسيصل عاجلا أو آجلا. يا ابن عقيل، ما رأيك في أن أرسل أحد الرجال ليأتينا بنبأ عن هانئ؟ فإن كان بخير انتظرنا، وإلا سنتصرف. لقد صدق شريك. يا ابن عوسجة، أرسل للتو عبد الله إلى القصر وليرى ما فعلوا بهانئ. إنه قادم نحونا. أحد حراس القصر. إنه عمرو بن الحجاج، جاء مع جمع من مثحج. أين هو هانئ؟ يا ابن عقيل، عذرا لأن الوقت غير مناسب، وأنا أعتذر لأني لم أحالك يا ابن الأعور. أرجو المعذرة، لكن أين هو هانئ؟ اهدأ يا عمرو. أخذوه إلى القصر. اهدأ. لا خطر عليه أبدا، فهو من وجهاء الكوفة. زياد لم يجافي عروة، وعبيد الله لم يفعل غير ما فعل أبوه. اهدأ قليلا يا عمرو. لكن حتى إذا أنا هدأت فإن القبيلة لن تهدأ. يا ابن عقيل، ماذا أفعل؟ اذهب وعشيرتك نحو القصر فورا، وليذهب عبد الله بن حازم ليستقصي الخبر. أخبروا الناس لكي يستعدوا. هيا يا رجال. لا أرى في القتال أي مصلحة. لا يا ابن عقيل، ليس في القتال مصلحة. هيا بنا، يجب أن نعرف ماذا يجري هناك. هيا تعالوا، تعالوا، هيا يا رجال، نرى ماذا يجري. هيا بنا. قل يا هانئ، قل إنك ستبقى وفيا للخليفة ثم أدعك تذهب. أنت لست أفضل من عبد الرحمن. شريح قاضي قضاة الكوفة وقد بايع الخليفة يزيد، وما أنت سوى رئيس قبيلة قليلة العدد. لقد جاء الناس. جاء الناس؟ بنو مذحج، قبيلة هانئ، ويقودهم عمرو بن الحجاج، ويطالبون بابن عروة. شريح كلمه، قل له أن يبعد قومه عن باب القصر.
لا تدر وجهك عني. إنك تراني مجبرا. قومك جاءوا إلى القصر لإنقاذك. أصغي إلي يا هانئ. إنك تتألم، ولكن إذا كان لديك ما تقوله فقله إلي أنا يا هانئ. أليس لديك ما تقوله؟ إنني غير راض. صدقني يا أخي. قل لهم أن يهاجموا القصر. قل لهم أن يقتلوا عبيد الله. أخبرهم بما فعلوا بي. أخبرهم يا شريح، أخبرهم. أطلقوا سراح شيخنا. أين هانئ؟ أطلقوا سراح شيخنا. نريد هانئ. سراح والينا. أين هانئ؟ هيا الآن أطلقوه. أطلقوا سراح شيخنا. هل هو بخير؟ اسمعوا هانئ. تكلموا. إنه ليس هانئا، إنه شريح. يا عبد الرحمن، أين هو شيخنا؟ ماذا فعل به عبيد الله بن زياد؟ اهدأ يا رجل، اهدأ. أنا لن أهدأ على الإطلاق قبل أن أعلم ما الذي قد فعلوه بهانئ. أجل نريد أن نعرف. نريد أن نعرف أين شيخنا. أين هانئ؟ أين نريد هانئ. هل هو بخير؟ نريد هانئ. يا هانئ أين؟ هيا هيا شيخنا. هيا اهدأوا أيها القوم، اهدأوا جميعا. ما الذي فعلوه بهانئ يا شريح؟ أتراه قتل؟ ولماذا يقتلونه؟ هل جننت أيها الفتى؟ إن هانئا شيخ مشايخ الكوفة، لقد حل ضيفا في دار الوالي. إنه في أمان. بضيافة. إنه لم يأتي ضيفا بل أخذه قصرا. في ضيافته؟ ماذا تقول؟ حسنا، هذا هراء. كيف ذلك؟ هانئ، أطلقوا سراحه. أجل، أين هو؟ نريد هانئ الآن. هل تعودتم مني أنا قاضي القضاة أن أقول كاذبان؟ نعم، نثق به. ألا تثقون بقاضيكم أيها القوم؟ ماذا يقول؟ لا نثق به. إنه ضيف في قصر الوالي. قل، ماذا يقول شريح؟ هل رأيته بنفسك يا شريح؟ بهاتين العينين. وكيف كان؟ والله بوجه أحمر هادئ. لقد رآه بعينيه. هذا جيد. حسنا، هيا بنا يا رجال. الحمد لله هو بخير. حسنا هيا بنا، دعونا نذهب. حسنا، إذا أخبرني لماذا لم يخرج إلينا؟ ولماذا لا يخرج ويحدثنا بنفسه؟ هذا صحيح. لماذا لا يخرج؟ إنه يحادث الوالي على انفراد أيها القوم. ماذا؟ الوالي؟ يا عمرو، من يدري؟ معه حق. أجل. إنك من رجال مذحج، ولك مكانتك عند الوالي، ولا يصح ما تفعله أبدا. إنه حسن النية. أيها القاضي، إنني لم أنقض العهد إطلاقا، وأنا لم أتمرد على الوالي أبدا. قالوا لقد ذهب هانئ إلى القصر، لهذا أردت أن أعرف لماذا. ألا يشاور الوالي مشايخ الكوفة من حين إلى آخر؟ نعم حسنا. إن وضع الكوفة يستقر بتجاوبكم مع الوالي. اسمعوا أيها الناس، إن هانئ بن عروة وأنا شريح القاضي وآخرين أيضا ضيوف على الوالي، ونتشاور معه دائما. إن جيش الشام هو في طريقه إلى الكوفة. جيش الشام؟ والأمير يعمل على أن يعود. جيش الشام قادم نحونا. احذروا إذن، ولا تفعلوا شيئا يعطي أهل الشام عذرا فيبقى العراق لأهل العراق، والسلام.
صدقت يا شريح، لقد صدقت. عليك أن تقول للوالي إن عمرو بن الحجاج يقول إنني سوف أهدئ الناس وسأفعل هذا فقط مقابل أن يحترم هو شيخنا هانئ بن عروة. حسنا. هلموا أيها الناس، لقد سمعتم إن هانئ بن عروة سالم، فاذهبوا. حسنا. تمهل يا عمرو، تمهل. هيا تفرقوا يا رجال، هيا تفرقوا، هيا بنا لنعود. حسنا، نحمد الله أنه بخير. أجل. الحمد لله. حسنا. الحمد لله. هيا بنا نعود. ماذا نفعل؟ لا أعرف. إن أخي محمد بن الأشعث يعمل معه، وأنا هنا قلق عليه، وجيش يزيد في الطريق. وإذا قال لنا تأخرتم كنا غافلين، لقد طرق الحظ بابنا ولم نفتح له. لم ينتهي الوقت بعد. نقول كنا خائفين من هانئ وابن عقيل، ما رأيك؟ هذا ممكن. نغير ملابسنا ونتلثم ثم نتسلل خفية كي لا يروننا أبدا. الآن الوقت مناسب. سنقول إن هؤلاء القوم قد جاءوا لقتلك، ولذا لم نرى موجبا للتأخير. قيس، هيا قل لأخيك محمد أن يخبره. الوقت ضيق. قبل أن يعلن ابن عقيل الثورة يجب أن نكون جميعا في القصر. هذا صحيح، وقبل أن يصل جيش الشام. وما الذي ننتظره هنا يا قوم؟ فلنذهب. نجحنا. لقد جاءوا. مرحبا بهم. جاءوا؟ اجلس يا شريح. والآن ماذا تأمر؟ قل لهم أن يدخلوا. تقدم. إنه يشبه هانئا. نعم،
إنه هو. لا تقلقوا عليه، إنه من لصوص البادية. قلنا ربما كان هو من أراد فعلا حرماننا رؤية الأمير. قلت لكم لا تقلقوا بشأنه، إنه من لصوص البادية. قلت جئنا لرؤيتك وفعلنا. مرحبا بكم. كان الواجب أن نأتي قبل هذا الوقت، ولكن المهم أنكم أتيتم، فأهلا وسهلا بكم في هذا القصر. يا ابن ذي الجوشن، ألم أقل لك إني أعرف أصدقائي في الكوفة جيدا؟ والآن كندة وكلب وتميم ومدحج وهمدان معك، لم يبق أحد مع أبي عبد الله. قلنا إن هذه الفئة تتمرد، ولم نرى صلاحا لترك الوالي يحارب وحيدا. لست وحيدا يا شبث، فأنتم معي. قيس، مرحبا بك يا أخي. ألم أقل لكم إنه في طريقه إلينا؟ سمعنا أنهم كانوا ينوون التمرد، وقلنا قبل أن يحدث شيء يجب أن نكون إلى جانب أميرنا. ينوون التمرد؟ من يا قيس؟ ابن عقيل وابن عوسجة وحبيب وآخرون. إنكم شيوخ لقبائلكم، والخليفة يزيد يثق بكم. عندما أرسلني يزيد واليا للكوفة كتب أن أدعو فلانا وفلانا وفلانا، ثم قل إن الخليفة قد قال أغلقوا أبواب مدينتكم بوجه عدوي. أتسمعون كلامي؟ لقد سماكم بألقابكم وكنيتكم، والآن حان الوقت كي تبعثوا أولئك الذين تعتمدون عليهم إلى القبائل حتى يخيفوهم ويرهبوهم من جيش الشام الذي هو في الطريق الآن. أفهمتم؟ نفعل ما يريده الأمير، وأرجو أن تكتب إلى الخليفة أننا لم ننقض عهده ولن ننقضه، وسنحارب عدوه، وسنرد على الضالين يا مولاي بواسطة السيف. كنت أعلم، والآن هيا بايعوه مرة أخرى. هذه يدي التي هي يد ابن عم الخليفة أمدها إليكم. كم من الجند في القصر يا محمد؟ مع الرجال الذين جاءوا معك من البصرة 12 رجلا، وبعددهم من حراس دار الولاية في الكوفة، وأنا وشمر وأسماء ومن لحق بنا من أنصارنا ربما أكثر من 30 رجلا. أيها الأمير، أصحيح أن جيشا يأتي من الشام؟ جيش؟ أي جيش يا رجل؟ هل عاد أحد ممن أرسلت إلى الكوفة؟ طلال بن زياد خادمي. فليدخل. حسنا أيها الشاب، ماذا فعلت؟ فعلت ما قد أمر به الأمير. حين تحدثنا إلى النساء والشيوخ عن الجيش القادم الذي لا يرحم، بهتوا لدرجة أننا خفنا من الشاميين الذين لا يرحمون، وقد صدقنا أن هناك جيشا قادما في الطريق.
ألم تصدق؟ وهل كان كذبا؟ لا أيها الأمير، لو كان كاذبا فالويل لنا. الكوفة مضطربة، الكل يتحدث عن ابن عقيل. إذا ماذا كنت تفعل؟ فعلت ما أمر به الأمير. كما قلت إننا أخفنا النساء، ولكن الرجال لا يصدقون. أولم تصدق أنت؟ اعمل على أن يصدقوه هم أيضا. يا ابن الأشعث، إن استطعت أن تأسر 2 من رؤسائهم وأن تأتي بهما إلى دار الإمارة فإن ذلك سيضاعف من قدرتنا كثيرا. ماذا لو أسرنا ابن عقيل وأتينا؟ أقفل فمك أيها الرجل، اغرب عني. لم يخطئ القول. محال ذلك، عندها ستثور الكوفة كلها. لقد صدق الأمير، إن ابن عقيل ليس هاني ابن عروة. اتركوا ابن عقيل حتى يحين الموعد الذي نريد. تحدثوا اليوم فقط عن الجيش القادم. أشيع أنه وصل أطراف الكوفة وأنه قد عسكر هناك. لما تضحك يا ابن ذي الجوشن؟ أضحك لأن هذا الجيش الذي لا وجود له اليوم هو الذي يسند خلافة يزيد، ولكن نحن علينا أن نجعل أهل الكوفة يظنون أننا لسنا ثلة لا حول لها ولا قوة، بل نحن طليعة هذا الجيش، وهكذا سنجبرهم على الخضوع. أبطش وسترى إذ ذاك أن مهمتنا في إخضاع أهل الكوفة وزعمائها من السهولة بمكان بحيث لا تتصورها أبدا. يا ابن ذي الجوشن، هل أنت جاد حقا في الذي تقوله؟ سيدي عبيد الله، لن يستقيم لنا أمر، ولن نستطيع الحفاظ على خلافة يزيد إلا بما أشير عليك به من الحزم. وصدقني، بغير هذه الطريقة لن تستقيم أمور الكوفة التي تميل إلى الحسين. صدقت يا شمر، لقد صدقت. رغم ذلك إننا نعرف عاقبة الأمر يا شمر. اجعلوا الخيول عند الأبواب الخلفية للقصر. إذا لم يحالفنا الحظ نتوجه إلى الشام عبر الطريق غير المعروفة. ليتني أعرف ما يضمره لنا ابن عقيل. شريح خدع جماعة مذحج يا مولاي، حتى إنهم تصوروا أن هانئا يحاور الوالي. لو بادرنا نحن بالهجوم لكنا أنقذنا الشيخ. يا ابن عوسجة، قل لرجالك أن ينادوا الآن جميعا بكلمة السر. نعم. ضع ابن عمر على كندة وربيعة، وابن ثمامة على تميم وهمدان، وابن عوسجة على مدحج وأسد، وابن جعد اجعله قائدا للكوفة، ثم توجه إلى أبي عبد الله. خير البر عاجله. هيا يا رجال، فلنذهب الآن إلى القصر بحول الله. هيا. يا امرأة، قلت عودي إلى دارك. لا حول الله، قلت لك عودي إلى دارك. يا امرأة، ليس في القصر سوى بضعة من أشراف الكوفة المترفين، ونفر من الحجاب، وبواب مسكين جبان، وهؤلاء سوف يقضى عليهم جميعا حتى الغروب. اذهب يا امرأة. إنهم ينتظرون. انظر إلى السطوح، إنهم يتطلعون نحو طريق دمشق. خادم قيس بن الأشعث كان يقول إن جيش الشام يعسكر هنا في صبا بجوار مدينة الكوفة. عندما يصل ماذا ستفعل يا رجل؟ اتركيني يا امرأة، قلت لك عودي إلى دارك. لن أذهب، هيا اقتلني، فذلك أفضل من أن أراك أسيرا عندهم. يحيى، ماذا حدث؟ أنت ذاهب؟ إني خائف، يقولون أنهم عسكروا في صبا. هل رأيت؟ أنا لست الشخص الوحيد هنا الذي يخاف جيش الشام. كل من خرج ليلة أمس واليوم لكي يقاتلهم قد عاد مرتعبا. إنها قصة الذئب والحمل أيها الرجل. هيا احمله،
إذا كنت لا ترحمني فارحم هؤلاء الأطفال. ألم ترى كيف ينظرون إليك؟ ماذا لو يتموا؟ أيها الأمير، إن الناس يقتربون. افعلوا ما قلت لكم، إن لم نستطع فلنصنع من الخيال جيشا. جيش وهمي، سيف وهمي، رمح وهمي، ابحث عن حل آخر. رأيت أن معاوية صنع من 100 وعمرو بن العاص صنع من 100 ألفا فقط في ذهن العدو. أتسمع؟ فقط في ذهن العدو. يا ابن الأشعث، قل لمن في القصر أن يحدث ضجة حتى يظن الناس أنك وضعت 1000 مقاتل بكامل أسلحتهم خلف دار الإمارة. هيا! ليس هذا هو الحل. يا ابن ذي الجوشن، إن الحل النهائي هو في الخيول السريعة التي تطير إلى الشام. إنها الحرب يا الشمر، ففي الحرب الثعلب أفضل من الأسد. يا مهران، فليضعوا الحطب على السطح، فإذا جاء الناس إلى الأبواب صبوا عليهم النار. أما أنت اذهب إلى المدينة بسرعة وأبعد الناس عن مسلم بن عقيل. خذوه كله. الرعاة لا يشترون إلا بالمال. ابعثوا بالرجال إلى بيوت أصحاب ابن عقيل ليخيفوا النساء وليرجعن أزواجهن لا غير. اذهبوا. أيها الأمير، إنهم أغلقوا جميع الأبواب من الخارج. لقد وضعت عددا من الرماة فوق السطح وكذلك فوق الأبراج أيضا. أيها الأمير، إنهم قادمون. لقد رأيتهم 4000 بالأسلحة والسيوف والرماح والعصي. يتقدمهم ابن عقيل وسيف بيده لا يعبأ بأحد. ليتنا ركبنا الخيول واتجهنا نحو الشام أيها الأمير. لما الوقوف؟ ألم تسمعوا ماذا قلت؟ اذهبوا! يا قوم اسمعوا، يا قوم، يا أهل الكوفة، إنني أتحدث إليكم. من هذا؟ لا أعرف من يكون. أنا شبث ابن ربعي، وأنتم تعرفونني جيدا. لا نعرف. تكلم يا شبث، هيا تكلم. يا أهل الكوفة، تعلمون أنني كنت معكم دائما، وقد عملت ما في وسعي لإسعادكم لأنكم أقربائي وأصدقائي أيضا، ولأن هذه المدينة هي موطني الوحيد، فقد عملت لأجلكم وسأعمل أكثر لكم. أتريدون أن تخرب الكوفة وأن يصلب رجالها على النخيل وأن يسبي الشاميون نساءكم وأطفالكم؟ ها؟ فما الذي أصابكم لتقوموا بهذه الحماقة؟ يا شبث ابن ربعي، ألست أنت الذي طلبت منا أن نكاتب أبا عبد الله؟ ماذا حدث الآن؟ ما الذي غيرك؟ أنا ما زلت على عهدي. عندما طلبت منكم أن تكونوا مع ابن عقيل، عبيد الله لم يكن في الكوفة هنا، والنعمان لم يكن لائقا مطلقا بولاية الكوفة. أما الآن فإن الأوضاع تغيرت، فقد ولي علينا وال عادل وحكيم. إذن ابقى مع واليك العادل ونحن مع أبي عبد الله. ارجموا أيها الناس، ارجموا هذا الثعلب الماكر. خذ تدعو الإمام الحسين وتتخلى عنه. يا ناس توقفوا، قلت لكم توقفوا. اسمعوني جيدا. إنما قاله شبث بن ربعي هو عين الحقيقة. عين الحقيقة؟ ما هذا الكلام؟ هل تعرفونني؟ لا نعرف سواه. ألا تعرفه؟ أنا قيس بن الأشعث. بالأمس قد ذهبت إلى ثبان ورأيت حشود جيش الشام عن قرب. 50,000 مقاتل بكامل الأسلحة. ارحموا نساءكم وأطفالكم.
فكروا في بساتينكم ومزارعكم ونخيلكم وأرزاقكم. أتريدونها أن تحترق أيها الناس؟ عودوا من حيث أتيتم وكفوا عن معاداة خليفة المسلمين. هل أصبحتم كفارا لتحاربوا خليفة رسول الله؟ عودوا أيها الناس إلى منازلكم. هيا بنا. لا يمكننا أجل لا يمكننا أن نقاوم. نحن مع 50,000 مقاتل؟ هذا فعلا مخيف. رحماك يا رب. يا